السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة كنافة النابلسيه، أسهل حاجة وإزاي يكون لونها جميل وهتظبط معاكي من أول مرة. أنا رفايدة ممدوح ودي قناة أكلك على قدك مع رفايدة. لو أول مرة تشوفيني اعملي لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل حاجة أنا بنزلها جديدة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معانا الكنافة احنا شاريينها مفرومة. تقولي لو عايزة كنافة مفرومة يديك كنافة مفرومة، عليها حبة سكر بودر كده. المقادير مش عاملة قوي يعني دون زيادة عن النص كيلو شوية، نص كيلو كنافة يعني ده يعتبر نص كيلو كنافة. تمام. بنحط عليه حوالي معلقتين كده او 3 معالق سكر، يعني على حسب ما انت بتحبي ايه التحلية، يعني هي بعد كده الشربات ايه بيسكرها. تمام. طبعا افركيها بقى حلو كده، قلبيها في بعضها. لو ما جبتيش الكنافه مفروكه وجبتيها اللي هي شرايط، حطيها في الفريزر شويه وطلعيها افركيها، سهله جدا ما بتعملش اي حاجه. طبعا دهنين الصينيه سمنه، حته سمنه حلوه كده محترمه اهون. وبنرش بقى كده الصينيه، خلي ايدك ميزان، اعملي ايه الصينيه كده كلها قد بعضها. حطي النص كله الصواني دي اللي هي الصينيه اللي هي مقاسها، انا ما بعرفش في الارقام قوي، بس ايه دي اللي هي الوسطانيه، مش الكبيره قوي. دي الوسطانيه من اللي هم الطقم المدور ده، كل بيت عنده الطقم المدور ده عامه يعني. اهو جميله جدا، سهله قوي، ما تحطيش فيها اي ماده دهنيه، ما تحطيش في الكنافه اي ماده دهنيه الا في الاخر. هتشوفي دلوقتي هي بس بتاخد سمنه كتير شويه. الكنافه عامه الحلويات الشرقيه اصلا بتحب السمنه. اهو حطينا بقى نص، يعتبر نص كنافه. ومعاكي بقى اي حاجه كده، لو في صينيه صغيره او حاجه منتظمه الشكل كده من تحت، ايه اتكي عليها، سيب اتكي عليها، إيه اضغطيها كده لتحت عشان ايه يبقى لونها موحد من تحت. وكمان الضغطه دي بتخليها ثابته جدا وجميله. حطيت حبه فول سوداني بقى، حطيت زبيب، حطيت مكسرات كنت هرساها بسكر، ممكن تحطيها بسكر وممكن تحطيها من غير يعني، عشان ما تبقاش سكرها عالي، لان احنا حاطين ايه، احنا يعتبر كده مسكرين الكنافه حاجه بسيطه. حطينا بقى زبيب، فول سوداني، اتوصي بقى دي كنافه بالمكسرات، محشيه بالمكسرات يعني. ونحط بقى بقيه كميه الكنافه. خلي ايدك ميزان بقى كده، اظبطيها عشان ايه ما تبقاش حته وحته، حته عاليه وحته واطيه، لا يعني ايه حاولي خليها وسط كده. الصينيه دي بتاخد النص كيلو كنافه كله، عشان تطلع سمكها حلو بتاخد كميه الكنافه النص كيلو كنافه كله. امسحي بقى كده الجوانب، سويها واضغطي بقى حلو تاني بالبتاع. الضغطه دي بتخلي لونها موحد، وبتخليها ايه تخلي شكلها منتظم جدا. مش عارفه الفتله اللي نازله من العبايه دي مضايقاني ليه، يلا معلش مخدتش بالي منها. لو وصلت معانا لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك، انزلوا اعملوا لايك كده عشان الفيديو يترفع. طبعا السمنه، الحلويات الشرقيه بتحب السمنه جدا. ليه انا بحط في مصفى؟ عشان يعني ايه توزع حلو، تبقى كميه كبيره توزع على حته كبيره، مش عشان اي حاجه يعني. حلو. السمنه انا مش قدحاها، السمنه انا بس يعني مسيحاها من بعضها عشان تغرق على البتاع الكنافه. شايفين بقى هنا كده حطيتها في قلب الفرن، بتدخل على درجه حراره 180. الفرن سخن جدا، بنفضل نقلب فيها كده بقى، ما تسيبيهاش ايدك فيها، تلاقيها احمرت من الجوانب، حاولي قلبي فيها كمان شويه. عندك شوايه شغليها، ما عندكيش شوايه الافضل يعني انك ما تشغليش الشوايه عشان يطلع لونها كله زي بعضه. ما تسيبيهاش كتير، ما بتاخدش يعني، بتاخد ربع ساعه بالظبط. وبتطلع بقى طبعا الشربات ساقع وتقيل، شربات الكنافه ساقع وتقيل. تمام. شايفين بقى، وبتشرب الشربات ما شاء الله عليها، الله اكبر. وغطيها لو عايزاها طريه، هي هنا طلعت شويه ناشفه. ليه بقى؟ احنا سيبناها بس يعني متعرضه للهوا كده شويه، ما غطيناهاش. فاول ما تطلع من الفرن غطيها. عايزاها طريه غطيها، هتشرب الشربات وسخونيتها هتطريها.
بس شايفين بقى ما شاء الله لونها اللهم بارك، جميله جميله جدا، اللون جميل. نسيت اقول لكم قلبوها على الوش التاني ده كده وشها. هنا انا كنت بوزنها، الصينيه دي 380 350 وهي وزنت 1400، يعني صفت كيلو كنافه. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اعملوا لايك.